لو حاول يقلل منك قدام الناس قول له بهدوء وثبات: لو عندك تعديل على تحسين شغلي يا ريت تقولها، ساعتها يتخرس ويبان على حقيقته. خليك ذكي، خليك ساكت بس ماسك الخيط كله بايدك. في عالم الشغل المنافق اخطر من العدو، لان الحقيقه ان اخطر عدو في الشغل مش اللي بيكرهك، لا، ده اللي بيضحك في وشك وهو في ظهرك عايز يخلص منك باي طريقه. الموظف المنافق او العصفوره اللي دايما بيقول لك برافو وهو عايز ينهي وجودك وبينقل كلامك ويحرفه. ما تستهونش ابدا بالنوع ده مش زميل فاشل، لا، ده قنبله موقوته ماشيه على رجلين وممكن تدمر سمعتك وشغلك من غير ما تحس. الأسوأ هنا إنه بيشتغلها بنعومة وابتسامات. طب أتعامل مع ده إزاي يا مصري؟ التعامل معاه مش بالعنف ولا بالمواجهة المباشرة، ده محتاج منك ذكاء وتحكم أعصابك وتتحكم في كل كلمة بتطلع منك. خليك صاحي معايا وركز في العلامات دي كويس. هيحرف كلامك قدام الناس، هيقلل من شغلك في وجودك، هيسألك كتير عن خططك وشغلك بلطف مريب. ده مش حب استطلاع، ده بيجمع معلومات يوجهها ضدك في اول فرصه. طب اتعامل مع ده ازاي يا مصري؟ خليك غامض، قول له كلام عام، ما تدخلش في تفاصيل. جرب تسرب له معلومه غلط وشوف هتوصل لمين. خلي اسلوبك رسمي معاه دايما مهما مثل انه صاحبك. واهم نقطه، تواصلك مع مديرك يكون مباشر وواضح منك ليه. من الاخر ما تسيبش بينكم وسيط، ما تسيبش فرصة لأي عصفورة تشوه صورتك أو يسرق مجهودك. النفاق المهني ما بيظهرش فجأة، ده بيتراكم كل يوم مع كل سر بتحكيه، وكل ثقة مش في مكانها. اقفل الباب من بدري، احمي نفسك من الطعنة اللي جاية من وش دايما مبتسم مش من عدو واضح. حافظ على صورتك قوية من غير صدام، واشتغل دايما على انك تدير اللعبة قبل ما تلاقي نفسك محروق جواها. حافظ على صورتك قوية من غير صدام، واشتغل دايما على انك تدير اللعبة قبل ما تلاقي نفسك محروق جواها.